السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قليل جدا لما في حاجة تكون بتحصل مش عاجباني او حد بينزل اي فيديو مش عاجبني وبطلع اتكلم فيه، بس المرة دي بصراحة الفيديوهات مستفزاني جدا والبوستات. فانا بس جاية اسأل، عندي استفسار، انا مش متضايقة خالص بس عندي استفسار. ليه كل الناس اللي عايشين في مصر السنة دي جابوا شجرة؟ يعني انا بشوف الناس بينزلوا فيديوهات من اول ما هم جابوا شجرة الكريسماس وزوقوها وجابوا الهدايا ووزعوها يوم الكريسماس على بعضهم وعلى اصحابهم، ولابسين بيجامات الكريسماس وحاطينها على الفيسبوك. كل واحد حر في نفسه، انا مش طالعه اعدل على حد خالص، بس انا مستغربه. وبرضه عشان الناس ما تطلعش تتكلم كتير على الفيديو، ده مش عنصريه خالص، ولا ده ان انا مثلا مش قصدي اي حاجه وحشه على المسيحيين. بالعكس، انا المسيحيين اخواتي وحبايبي. البيت اللي كان جنب بيت بابايا الله يرحمه كانوا مسيحيين. خروجات مصيف بتاعنا كان مع ابله امل، لو شايفاني دلوقتي ببعت لك احلى تحيه وبقول لك كل سنه وانت طيبه وحشتيني. متربيه معاها طول عمري. بابايا كان عنده البيزنس بتاعه، الناس اللي معاه في البيزنس بتاعه كلهم مسيحيين وطول عمرنا عايشين معاه. عم عادل الله يرحمه، طنط تريزا، جورج، تامر، باسم، دول كان اخواتي. وبرده ببعت لكم بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الشخص اللي كان مسؤول عننا بابايا بيأتمن عليه انه يودينا النادي ويجيبنا ويشوف طلباتنا، برده كان مسيحي. ابراهيم، ببعت لك السلام وكل سنه وانتم طيبين كلكم. في المستشفى بتاعتي اكتر زميله كانت ليا دكتوره سلوى، لحد الان هي اللي بتكير لو الاجازه بتاعتي، بتكير لو في حاجه في التامينات، كمان كانت بتشيلني في كل نبطشياتي اللي انا مش بقدر اروحها. كنت بحتفل في مصر مع المسيحيين بس يوم النيو يير. يعني انا بس اللي مستغربه له ان الناس في مصر بتاع هم المسيحيين بقوا بيحتفلوا يوم 24، وانا ما اعرفش. المفروض المسيحيين طول عمرهم بيحتفلوا يوم 7. انا مش فاهمه ايه اللي حصل يوم 24. شفت فيديوهات كتير، يا ريت بس تعرفونا، لان احنا هنا لما في ناس بتجيب هدايا للكريسماس يوم 24 هنا في امريكا بتجيبها لجيرانهم عشان هم بيحتفلوا في اليوم ده، وهم بيشاركونا في حاجات كتير، وهم كمان يعني بنبقى بنشاركهم ونعرفهم ان احنا متقبلين كل الاديان، وزي ما هم متقبلين وجودنا احنا كمان متقبلينهم. وده اليوم اللي بيحتفلوا فيه، عشان كده بنجيب لهم وبنقول برضه ولادنا ليهم اصحابهم مسيحيين وبيحتفلوا يوم 24 لما بيجيبوا لهم هدايا، وانا بجيب اصحاب ولادي عندي في البيت وبيحتفلوا معاهم، بيديهم الهدايا وهم بيدوهم الهدايا. بس هم عارفين ان احنا بنشاركهم، ان ده مش عيدنا بس احنا بنشاركهم زي ما هم بيتقبلوا. الحاجه الغريبه بقى ان الكلام ده بيحصل عندنا هنا في امريكا، وبنقول لاولادنا عشان خاطر ده يوم احتفالهم يوم 24 بس، وبنعاني معاهم كمان في الموضوع دوت، وبنحاول عشان ما يبقوش هم متضايقين ان هم ما بيحتفلوش مع اصحابهم، في نفس الوقت بنفهمهم ان لكم دينكم ولي دين. طب بالنسبه للناس في مصر، انتوا بتقولوا لاولادكم ايه؟ انا مش فاهماكم بصراحه. ليه جبتوا شجر؟ ليه زينتوا الشجر؟ ليه